ليليان أخت لانا ولين خلعت الحجاب. والله إذا كانوا بده يعطوا جائزة لملكة جمال الحجاب حتكون ليليان. هي بساحة هديك حتكون لليليان. والله إنك بنت جميلة بتجنني ما شاء الله تبارك الرحمن. وأنا إذا عم أقول عنك جميلة أنت بتعرفي هذا الشي. فيا حبيبتي كان الحجاب زايدك جمال فوق جمال. والله إنه لما شلتي الحجاب يعني انقهرت. ليش؟ لأني بنت مسلمة مثلي مثلك محجبة، بحب حجابي، بحب ربي مثل ما قال لي اتحجبي اتحجب يعني. وبتمنى حتى اخواتك يتحجبوا لأنه بالآخر في آخرة، صح ولا لا؟ وبما إني أنا إنسانة مسلمة مثلي مثلك فحبيت أنصحك هالنصيحة. يا ريت ترجعي تتحجبي لأنه كان الحجاب كتير 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 كان جميل ولابق لك. فالبنات تحت بالتعليقات بتمنى منكم تكتبوا هاشتاج ليليان رجعي الحجاب. بدي هاشتاج تحت بالتعليقات يفجر تفجير تفجير الفيديو. ليليان ارجعي للحجاب، انت صبية بتجنني بالحجاب. والله يا حبيبتي الدنيا فانية وما حدا اخذ شي معه، ما حدا بياخد معه غير عمله. والعمل الصالح للبنت المسلمة اولا بالبداية هو الحجاب والسترة والعفة يعني. لما نطلع شعراتنا الحلوين وجمالنا وحلاوتنا للناس شو رح نستفيد؟ والله ما رح نستفيد غير الاسم والذنوب. و يعني أنا نصيحتي إليك رجعي الحجاب لأنه كنتِ بتجنني فيه. وهلأ أنتِ بتجنني وأميرة ما شاء الله عليكِ، بس الحجاب كان كتير حلو عليكِ. ويا ريت أي حدا فينا يغلط نحن نكون نجي من باب النصح، ما نجي من باب السلبية وباب الإساءة. لأنه الإنسان لمّا بيكون عامل شي بيكون مقتنع فيه. وإذا أنتِ مقتنعة إنِّك تشيلي الحجاب فباتمنى من كل قلبي إنه تقتنعي ترجعي. باتمنى من أي حدا عم يحضرني ما يغلط بالكومنتات على أي شخص باحكي عنه. وباحبكن كتير، لا تنسوا تتابعوني وتعملوا إعادة نشر للمقطع.